ما تيجوا نعمل مع بعض وصفة للكفتة طعمها يجنن ومختلفة خالص عن اللي بنعملها. هنعمل طبق كفتة بدبس الرمان، والبطاطس هتبقى معاها، يعني طبق متكامل مش ناقصه غير شوية مكرونة او شوية رز. يلا بينا على طول نبدأ في المكونات. الكمية اللي عندك من اللحمة زي ما تحبي، عليهم بقى بصلاية مبشورة او متقطعة صغير قوي قوي، شوية من البقدونس، ملح وفلفل وبابريكا وسبع بهارات وكمان كزبرة. على العموم كل المقادير والبهارات هتتكتب تحت الفيديو زي ما عودتكم ان شاء الله. هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه. اللحمة بالخضار كويس جدا جدا، يفضل يبقى بايديكوا يعني علشان اللحمة يعني يطلع لها خيوط كده اللي هي ايه، تبقى متماسكة اكتر من كده. وبعد كده انا كملت بايدي الصراحة. بعد كده هاخد بقى قطع متساوية كده من الكفتة وكوروها بالشكل تحبوا، عايزين صوابع، عايزين كور، اللي تفضلوه. وبخلص كل الكمية اللي عندي، وبحضر بقى طاسة سخنة على النار اللي هنعمل فيها الأكلة كلها. وبعد كده هحط فيها معلقتين من الزيت ومعلقتين من الزبدة. لو اللحمة بتاعتكم فيها نسبة دسم كويسة تقدروا تقللوا شوية كمية الزبدة او كمية الزيت. واول ما بتسخن ببدأ انزل عليهم بصوابع الكفتة. انا استخدمتها على طول بصراحة، ما ريحتهاش في التلاجة. انتوا لو عندكم وقت تريحوها، بس انا بعتبر ان الكفتة اللي بتحط مع خضار دي مش محتاجة شوية تعقيد زي الكفتة المشوية اللي هي ممكن تفك مثلا من على سيخ او كده. فحطيت كل كمية الكفتة وسبتها على النار عالية لحد ما اخدت لون. بدأت ان انا اقلبها كويس كده بالشوكة. نزلت كل الدهون طبعا اللي فيها. اول ما هتاخد بقى اللون من على الوش التاني هبدأ ان انا اشيلها. خلاص اخدت لون من على الوش التاني، اتحمرت كلها. هبدأ ان انا اشيلها بقى كويس في طبق جانبي كده كلها، واسيب الكمية الزيوت اللي موجودة مش هرميها خالص. في نفس الطاسة بقى ببقى مجهزة كمية من البطاطس. الخطوة دي تقدروا تقلوها، يعني البطاطس تقلوها لوحدها وتقدروا تحطوها في الفرن، ولكن انا اختصرت على نفسي وحبيت اعمل كله في طاسة واحدة او في حلة واحدة، وعلشان كمان يعني ايه ما اعملش 100 خطوة. هبدأ بقى احطها لحد ما تبقى 3/4 سوا، بتاخد لون زي ما انتم شايفين كده من الزبدة والزيت. واول ما بتاخد 3/4 السوا اللي انا عاوزاه هبدأ برضو اشيلها مع الكفتة، ونبدأ بقى نعمل الصوص اللي هيتحط فيه البطاطس ويتحط فيه الكفتة دي. نفس الطاسة برضو ما زودتش اي مادة دهنية. هبدأ انزل عليهم ببصلاية وفلفل وتوم. بصلاية متقطعة مكعبات وفلفل متقطع صغير، تقدروا تستخدموا بارد او حامي اللي يعجبكم. وحطيت كمان فص او 2 من التوم، وازود عليها معلقة كبيرة من ال انا على طول بنسى ليه المعجون الطماطم، مش فاهمه. بحط معلقه كبيره من معجون الطماطم. وبعد كده هحط 2 طماطم مبشوره من غير القشر بتاعها، مبشوره بس. هقلب بقى كل الكلام ده مع بعض كويس، وهبدأ بقى اضيف التوابل بتاعتي. توابل بسيطة، هضيف الملح، وهضيف كمان شوية من الفلفل، وهضيف البابريكا، وهضيف كمان نص معلقة من الكمون. كل البهارات زي ما قلت لكم هسيبها لكم تحت الفيديو في صندوق الوصف. هقلب بقى كل الكلام ده كويس، واضيف كمية من المية مش كتيرة قوي، بس مجرد ان الخلطة تتسبك وما تبقاش ناشفة معايا. هبدأ بقى اول ما يغلي الصوص ده هنزل بيه بالبطاطس والكفتة، وهقلبهم تقليبة سريعة. واول ما الصوص يغلي تاني هبدأ ان انا هدي النار واغطي عليه لحد ما يستوي تماما. الكفتة تبقى مستوية والبطاطس تبقى مستوية برضو. بعد ما يستوي بقى هيبقى خلاص ده اخر مكون هنحطه، هو دبس الرمان. بس هقلب تقليبة سريعة، وهيبقى عندي تقريبا 3 معالق من دبس الرمان او معلقتين لو مش بتحبوا طعم المزازة يبقى زايد قوي. هبدأ اضيفه بقى على الكفتة كده، وهقلب برضو تقليبة سريعة، ويبقى خلاص الوصفة تقريبا خلصت او الطبق خلص. بسيط وسهل مش بياخد اي وقت، ودبس الرمان بيدي طعم حلو قوي للاطباق. بقلب بقى تقليبه سريعه عشان اتاكد ان دبس الرمان يعني داب كده مع كل الصوص ده. تحسوا ان لون الصوص كمان اغمق شويه، ما بقاش لونه على احمر، بقى شويه على بني. اشيله بقى من على النار. الكفته بتبقى طعمها لذيذ جدا جدا، والبطاطس بتبقى دايبه. قدموها بقى مع اي حاجه انتوا بتحبوها، ممكن مع رز، مع مكرونه، ممكن كمان بالعيش.
العيش رشيت عليها رشة بقدونس مجفف، تقدروا تحطوا عليها رشة بقدونس عادي او ممكن ما تحطوش. اتمنى الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، واشوفكم بإذن الله قريب في وصفة جديدة. مع السلامة.